عمرك حسيت ان الدقيقة اللي بتستنى فيها الميكروباص اطول من السنة اللي فاتت كلها؟ هو الزمن بيتنطط ولا احنا مخنا اللي بيرسم لنا صورة وهمية عن الوقت؟ اللي بيحصل ان مخك مش بيحسب الوقت زي الساعة، هو بيحسبه بالمعلومات اللي بيدخلها. كل ما الاحداث تكون طويلة ومتنوعة تحس ان اليوم طويل، وكل ما تحس ان الاحداث قليلة ومتكررة تحس ان اليوم طار. الموظف اللي بيقعد 20 سنة في نفس المكتب بيصحى نفس الساعة، بيرجع نفس الميعاد، بيحس ان عمره كله اتبخر. لكن اللي بيسافر كل شوية بلد جديدة وبيعيش احداث كتير بيحس ان الوقت طويل. الموضوع مش في طول السنين، الموضوع في كثافة الذكريات. العلماء جابوا متطوعين وحطوهم في غرفة مظلمة من غير اي ساعة ولا شباك، وقالوا لهم لما تحس ان ساعة عدت دوس على الزرار. النتيجة ان معظم الناس كانوا بيدوسوا بعد نص ساعة بس، لان من غير احداث ومؤشرات المخ بيتلخبط وما بيعرفش يقيس الوقت صح. يعني حرفيا الوقت اللي في الساعة مش هو الوقت اللي في مخك. في لحظات الخطر بتحس ان الوقت بيقف، بتحس ان اللحظة دي طويلة جدا. السبب الادرينالين بيخلي مخك يشتغل بسرعة ويسجل تفاصيل زيادة جدا، فلما ترجع تفتكر تحس ان اللحظة دي كانت طويلة جدا بشكل مبالغ فيه. جوه دماغك في ساعة بيولوجية بتتحكم في احساسك بالوقت. المنطقة دي شغالة بالانتباه، لو مركز جدا بتحس ان الوقت مظبوط، لو زهقان او مشغول الساعة الداخلية بتتلخبط. عشان كده الدقيقة في الجيم تحسها اطول من ساعة على تيك توك. عشان كده الناس الكبيرة بتقول العمر كله عدى في رمشة عين، عشان بعد عمر طويل مفيش احداث جديدة كتير بتتخزن. المخ بيختصر ويحسسك ان العمر كله سطرين. لكن لو عجوز بيعمل حاجات جديدة، بيسافر، بيتعلم، يغامر، يحس ان عمره كله لسه مليان وقت. المخ ساعات بيغش، تفتكر رحلة طويلة كأنها يوم، وممكن تفتكر يوم كأنه رحلة طويلة، لأن المخ بيلخص لك الأحداث على حسب أهميتها مش على حسب كتر الذكريات. يعني اللي بيملى دماغك مش الزمن، اللي بيملاه هو القيمة. وانت صغير الوقت كان بيعدي ببطء عشان كنت بتتعلم كل يوم، وده السبب ان الأجازة وانت طفل كانت أطول من أجازة دلوقتي. الحقيقة المرعبة إن الزمن مش حقيقة مطلقة، هو مجرد إحساس إنساني. يعني حياتك ممكن تكون طويلة جدا في دماغك أو قصيرة جدا حسب اللي أنت بتعيشه. لو عايز تعيش أطول ما تزودش السنين، زود الأحداث. سافر، حب، اتعلم، اضحك، اغلط، لأن الدقيقة ممكن تبقى عمر وممكن تبقى ولا حاجة. واللي بيحدد ده مش الساعة، اللي بيحدد ده انت. الموضوع ده شغل عقول الفلاسفة والعلماء من أول أرسطو لحد أينشتاين لحد علماء الأعصاب دلوقتي. يعني احساسك ان الدقيقة طويلة وان الوقت بيجري ده مش شعور فردي، ده لغز كوني وعلمي. الساعة بتقيس الزمن بالثواني والدقايق، عقارب بتلف الوقت يعدي، لكن مخك لا. دماغك وانت صغير بتبقى عاملة زي الكاميرا الجديدة اللي بتصور كل حاجة، لكن لما تكبر الكاميرا دي تبدأ تصور الحاجات المختلفة بس، لكن الباقي مكرر. وعشان كده كل يوم شبه اللي قبله، فمخك بيختصر وتحس ان العمر بيجري. الروتين مش بس بيقتل الشغف، ده بيقتل احساسك بالوقت.